يا مساء الفل. معانا وصفة النهاردة بقى، وصفة للناس الجيماوية، الناس اللي عندهم نقص بروتين، بجد وصفة من الآخر. عشان ما اطولش عليكم، الوصفة بسيطة جدا. معايا هنا شوفان وموز وبليلة ولبن وعسل أبيض، تمام، عسل نحل. الموضوع بسيط وسهل جدا وقيمة غذائية رهيبة، واللي عايز يزود القيمة دي هنزودها فيما بعد ان شاء الله، بس انا بكتفي بده دلوقتي. هنحط الشوفان عليه كوباية لبن دافية، دافية او سخنة، علشان يطرى معايا ويبقى حلو. انا حطيت كوباية حليب دافي على الشوفان، كمية اللي تناسبك. ومعايا هنا العسل النحل هحطه على حسب برضك، يعني معلقتين كبار. في ناس بتحبه مسكر شوية، يكونوا في الجيم مثلا بيبذلوا طاقة أو مجهود أكبر. في ناس ما بتحبوش مسكر قوي عشان السعرات الحرارية ما تزيدش معاهم. فدي على حسب الرغبة، أنا مش هقدر إن أنا أتحكم فيها. يبقى العسل النحل على حسب الرغبة. كوباية شوفان، شوفان على كوباية حليب دافية. ومعايا هنا كوباية بليلة. طبعا الحباية الكاملة يا جماعة، والقمح بقى مش عايزة اقول لكم عن مدى الفوائد بتاعته عاملة ازاي. يبقى انا هنا خدت فايدة الشوفان وفايدة ال البليل عندي، قيمة غذائية رهيبة، والعسل النحل طبعا وجعلناه شفاء لكل داء. بس كده انا هكتفي بالوصفة دي عندي النهاردة، علشان ما زودش، ما تكونش تقيلة قوي على اللي بيتناولها. وهحط الموز معايا على الوش كده، علشان على بال ما الوجبة دي تلم مع بعضها والشوفان يطرى ويشرب اللبن عندي هو والبليلة. وهحط على الوش كده برضك عسل نحل. ووجبة غذائية رائعة، أنا مش هطول عليكم، انتهت الوجبة كده. اللي عايز يزود مكسرات يزود، اللي عايز يزود تمر يزود. أنا شايفة إن هي كده مناسبة جدا، علشان هنعمل وصفات تانية بالمكسرات والتمر إن شاء الله. هتبقى يعني وصفات غنية وحلوة. ومش عايزة أقول لكم بقى على البليلة مع الشوفان. وصحة وهنا على كل اللي ياكل الوجبة دي. مع ألف سلامة.